ثول اليوتيوبرز فقدوا أعصابهم بسبب هذه اللعبة Gotten Over It. بكل بساطة هذه اللعبة انك تصعد بهذا الكسيح بالمطرقة هذه، ولكن كنت امزح. هذه اللعبة صعبة مرة، لو اخطأت خطأ بسيط ممكن ترجع لنقطة البداية. وراح نبدأ بأبو فلة. This thing about failure, staying down, staying down. Mary Pickford. بدأت قصة أبو فلة مع هذه اللعبة من سنتين تقريبا. وقتها عمل تصويت بين لعبة Resident Evil و Gotten Over It، واللي نجح في التصويت Gotten Over It، وعمل عنها 5 أجزاء. ولكن هل ختمها؟ في الجزء الأول بدأ يلعب وحسبها سهلة، وبدأ يلعبها ويوصل لمراحل بعيدة إلين ما وصل لهنا، وبدأ يحاول يصعد مرة بعد ثانية، وبدأ يتكتك كيف راح يعدي، ولكنه بعد تعب طويل طاح ورجع لنقطة البداية. قرر يرجع بجزء ثاني لهذه اللعبة اللي كانت Gotten Over It، وتعدى هذه المرحلة أخيرا، ولكنه لا يعلم بأن هناك شيء أكبر بانتظاره. والله تحذفها، راح تحذفها، والله تحذفها. أقسم بالله لو مو عندي قناة باليوتيوب والله ما ألعبها. والله ألعبك، والله ألعب. ولكنه ما استسلم، وتعدى هذه المرحلة بعد ما عادها من الأول بسرعة ووصل لمرحلة جديدة وأنهى المقطع بانتصار. وآخر جزء كان عن هذه اللعبة بدأ يتذكر وإيش سوت اللعبة به، وقرر ينتقم من اللعبة ربي لا تفعل بي هذا يا ربي، فإني عبدك المطيع. ربي لا ربي. تعدى مراحل كثيرة في اللعبة مرة صعبة، ووصل لأصعب مكان في اللعبة، وبعد محاولات كثيرة طاح لمكان ما بدأ. أما اليوتيوبرز الثاني InShow Speedy، من الواضح بأنه معرق باللعبة هذه. بعرض لكم شوي وهو يلعبها. وصل للمرحلة الصعبة بهذه اللعبة اللي هي مرحلة الدلو، وخسرها.